بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة معنا فيديو جديد وهعمل معاكم كيكة الشاتو. بس يعني انتم ما يغركوش المنظر كده زحمة شوية، بس هي سهلة قوي، مقاديرها سهلة قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده ببطن القالب اللي انا او الصينية اللي انا هعمل فيها. تمام، انا مخليه كل المقادير قدامي عشان تبقوا شايفين كل حاجة. انا هحط كوبايتين من الدقيق. تمام، حطيت كوبايتين دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر وذرة ملح كده، المواد الجافة مع بعضيها، ذرة ملح وكوبايتين دقيق كيس بيكنج باودر. طبعا هنا بقى انا هنجيب الكبة او الخلاط او المضرب السواء اللي هنعمل فيها، هنحط فيه نص كوباية سكر، وهنحط نص كوباية لبن ماشي، وهنحط بتاع 3 معالق كبار كاكاو. بس اهم حاجه الكاكاو اللي احنا نحطه يكون نوعه حلو، دي اهم حاجه. ونص كوبايه زيت. تمام، يبقى احنا حطينا كوبايه الا ربع سكر، مش نص سكر، حطيت كوبايه الا ربع سكر وكوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سكر وكوبايه الا ربع لبن ونص كوبايه زيت لغايه ما القوام بتاعنا، وضربتهم عليهم الكاكاو وضربتهم زي ما انتم شايفين كده. خدت كوبايه من الخليط بتاعنا دون ركنته على جنب، ورحت جبت بقيه الخليط رحت حاطه عليه بيضتين زي ما انتم شايفين. حطينا على باقي الخليط اللي احنا عملناه الكاكاو ده صوص شوكولاته تحفه تحفه تحفه، خاصه طعمه كان حلو قوي علشان خاطر الكاكاو كان نوع حلو. تمام، وضربت البيض كده هون، وحطيت على البيض طبعا سنه الفانيليا بتاعتي. شايفين الدنيا راقت خلاص، يعني كل المقادير كانت بسيطه، بس انا كنت مجمعهم كلهم عشان تبقى كل حاجه قدامكم. بس كده ما انتوا شايفين طبعا ايد حمزه اهيا. كانوا واقفين بصوا، انا مش عارفه اعمل حاجه منهم اصلا، هم اللي كانوا طالبينها بصراحه، فعشان كده قلت اعملها لهم. انا هنا ما اخدتش بالي ان انا بقلب العجينه. طبعا بعد ما ضربته في الكبه رحت دلقه كله في الصينيه، يعني قلبته كله على بعضه لغايه ما بقيت قوام العجين اللي هو لا تقيل ولا خفيف، ورحت دلقته في الصينيه كده. بعد ما استوى معايا اهون شايفين استوي. طبعا اختبرتها بخله. طبعا هو حمزه وملك ما استنوش ان الكيكه تبرد. انتوا زي ما انتوا شايفين هم واقفين لي ازاي تحت رجلي، ما استنوش ان الكيكه تبرد، مثلا ان انا يعني تبرد ولازم احط الصوص ده بعد ما الكيكه تبرد تماما. يعني الكيكه لما تبرد شايفين اصلا لسه طالعه من الفرن حلوه جدا، وارتفعت ارتفاع كويس يعني، وكانت هشه قوي من جوه بصراحه، كانت تحفه. بس هم ما استنوش طبعا ان هي تبرد. انتوا هتاخدوا بالكم دلوقتي وانا بحط انا يعني خرمتها الاول بالشوكه اهو عشان احط الصوص عليها. لو انتوا هتاخدوا بالكم بقى الصوص اصلا الكيكه شربته. ليه؟ لان المفروض الصوص ده بيبقى قاعد على، يعني تشرب حاجه بسيطه وبقيته يفضل على وش الكيكه كده. طبعا هي علشان سخنه ما استنيناش انها تبرد، يعني انا يا دوبك سبتها ما كملتش 3 دقايق بالعافيه وهم يلا يلا يلا. فانتوا هتاخدوا بالكم، انا هقربها من الكاميرا دلوقتي وهتاخدوا بالكم ان هي الكيكه شربت الصوص كله. فهي طبعا كان طعمها حلو جدا، بس هي عشان الشكل الجمالي من بره المفروض احنا بنستنى عليها اما تبرد تماما، وبعد كده بنحط الصوص دون عليها. والصوص ده لازم نحطه في التلاجة عشان بيتقل شويه كمان. طبعا احنا ما لحقناش نحطه في التلاجة بس هو ده كان شكلها، وكان طعمها بصراحه كان حلو قوي قوي يعني. جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم ان شاء الله. انتوا شايفين اصلا هم واقفين في الجنب اهون يلا يلا. بصوا بقى لما انا هقطعها، شوفوا لما اخرج القطعه دي منها اصلا، شوفوا البخار اصلا ان هي لسه ما بردتش نهائي، يعني هي ما بردتش خالص، يعني ما كملتش بقول لكم 10 دقايق. بصوا الكيكه بقى هنا لما انا قربتها الصوص طبعا مع السخونيه ساح اكتر، بس هو دخل بقى في قلب الكيكه، بس بقت كانت جميله بصراحه. وطبعا بقى ما تنسونيش في اخر الفيديو اللايك والشير والاشتراك في القناه